يسعد أوقاتكم بكل خير. مساء الخير. اليوم 7/1/2026. يعني من العنوان واضح تماما: قراءة حول الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، والذي تم يعني امبارح وأول امبارح بباريس. هذه القراءة قلت حول الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل. أولا لنعطي كل إنسان حقه. بالبداية هذه القراءة أنا استقيتها من الباحث والمفكر السياسي السوري الأستاذ عمار محمد صالح. تحية لك أستاذ عمار، وشكرا لك أيضا لأنك سمحت لي بأن تكون محور البث اليوم. لنقرأ ما كتبه الأستاذ عمار صالح تحت عنوان قراءة حول الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل. رائع، يعني فعلا رائع هذا الكلام. التخوين بين سوريا وإسرائيل من خطاب الإقصاء إلى أفق الاستراتيجي. يعني هذا التخوين بالخطاب الإقصائي، هذا الخطاب هو للإقصاء، من خطاب الإقصاء إلى أفق الاستراتيجي. ما عم تزبط معي معي. في المشهد السياسي العربي كثيرا ما يتحول النقاش حول سوريا وإسرائيل إلى ساحة مشحونة بالتخوين. يعني أنت لما بدك تحكي عن سوريا وإسرائيل فورا بتشعر أنه في شحنة من التخوين، أي محاولة لإعادة التفكير في أولويات السلام والتنمية تواجه باتهامات جاهزة: خيانة، تفريط. يعني أي حدا بده يحاول يعمل يعني نقاش أو بده يبحث بالأمر بشكل آخر يهاجم فورا بأنه بالتخوين وبالتكفير وإلى آخره. إذن هذه الساحة المشحونة بالتخوين هي محاولة لإعادة التفكير في أولويات السلام والتنمية تواجه باتهامات جاهزة. لما بنكون نحن بحالة الشحن والتخوين، فأي محاولة لإعادة التفكير في أولويات السلام والتنمية تواجه باتهامات جاهزة: خيانة، تفريط، تطبيع. لكن هذا الخطاب وإن كان يعكس حساسية تاريخية، يظل عائقا أمام بناء رؤية استراتيجية جديدة تعيد ترتيب الأولويات بعيدا عن الحرب المستمرة والمستعرة. يعني معي أنتم معي واضحين، واضح الأمر. لما بيصير أي نقاش أو أي حوار أو أي جملة أحد يعني على طرفيها سوريا وإسرائيل، فورا الوضع بينشحن أنه تخوين وعمالي وتطبيع وإلى آخره. هاي الحالة هي بتمنع أي محاولة بالنقيض لبناء دولي للاستفادة من هذه العلاقة، بتقوضها. التخوين يعني هون الأستاذ عمار صالح مفنده: واحد، التخوين كأداة سياسية. التخوين كأداة سياسية لنشوف وين بتروح. هي آلية ضبط جماعي. التخوين كأداة سياسية هي آلية ضبط جماعي يستخدم التخوين لتثبيت الهوية الجماعية في مواجهة العدو، لكنه يختزل النقاش في ثنائية الولاء والخيانة. واضحة الفكرة. باء، إقصاء النقد الداخلي. أي صوت يدعو إلى مراجعة أو تطوير يقصى باعتباره خارج الصف، ما يضعف قدرة المجتمع على التفكير الحر. إنتاج محور أجوف،
حين يصبح التخوين هو اللغة السائدة يتحول محور المقاومة إلى شعار بلا مضمون يستهلك طاقة الناس في مراقبة الولاء بدل بناء مشروع حقيقي. رائع رائع يا أستاذ عمار. ثانيا، أثر التخوين على الاستراتيجي السوري. ألف، تجميد الخيارات. سوريا المحاصرة بالعقوبات والحروب تحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتها نحو التنمية، لكن التخوين يجمد أي نقاش حول السلام أو التعاون. باء، أضعاف الوكالة الوطني. بدلا من أن يكون القرار السوري مبنيا على المصلحة الوطنية يصبح أسيرا لخطاب يفرض الولاء كشرط وحيد. كل هذا اللي عم نحكيه نحن تحت بند أثر التخوين، أثر التخوين على الاستراتيجي السوري. إذا أضعاف الوكالة الوطنية بدلا من أن يكون القرار السوري مبني على المصلحة الوطنية يصبح أسيرا لخطاب يفرض الولاء كشرط واحد. جيم، تأجيل التنمية، يعني استمرار لغة التخوين يعني استمرار استنزاف الموارد في الحروب بدل توجيهها نحو التعليم والصحة والبيئة والبنية التحتية وإلى آخر ما تقدم. ثالثا، إمكانات الخروج من محور أجوف. يعني في حدا عم يحط أضحكني كتير. هذول من جماعة التخوين، هذول من جماعة الاتهام فورا والتخوين. يلا حط بتدعمني الهي. بالمناسبة صار عندي قناة على اليوتيوب، بأول تعليق رح أحط الرابط. يعني أنا لطفا وليس أمرا المتابعين الكرام تفضلوا شاركوا بالقناة اليوتيوب، لأني سوف أحول على قناة اليوتيوب. فهذا الفيسبوك صار شغلة ما له شغلة. آمل ذلك، يعني بأول تعليق رح أحط الرابط. حاليا عليه هو جاهز للبث، لكن في حوالي الأكثر من 140-150 ألف متابع، يعني نصهم بدعموا للقناة. تفضلوا لطفا وليس أمرا. نرجع لموضوعنا. كتب الأستاذ عمار صالح بالقسم الثالث من هذه القراءة الراقي إمكانية الخروج من محور أجوف. ألف، السلام كاستراتيجي لا يعني التخلي عن الحقوق. رائع. السلام كاستراتيجي لا يعني التخلي عن الحقوق، بل إعادة تعريف القوة عبر التنمية والكرامة الوطني. باء، التعاون الإقليمي. أي اتفاق مع إسرائيل يمكن أن يقرأ كفرصة لإعادة بناء الثقة وفتح مجالات للتعاون في المياه والطاقة والزراعة وإلى آخر ما هنالك. جيم، إعادة الاعتبار للكرامة. يا جماعة الكرامة أنا عم حاول أقتبس، يعني حاول أقتبس. لذلك أي جزئي أيوه. جيم، إعادة الاعتبار للكرامة. الكرامة لا تختزل في رفض السلام، بل في القدرة على بناء مجتمع قوي قادر على حماية نفسه عبر التنمية لا عبر الاستنزاف. استنزاف الطاقات والأرواح والإمكانيات والوقت وكل ما هنالك. رابعا، من التخوين إلى الشهادة الجماعية. ألف، الاعتراف بالاختلاف. بدلا من إقصاء الأصوات الناقدة يمكن تحويلها إلى شهادة جماعية تعكس تنوع الرؤى. باء، المقاومة الإبداعية. السلام نفسه يمكن أن يكون شكلا من المقاومة لأنه يعيد ترتيب الأولويات نحو الحياة والوكالة الجماعية بشكل كامل. تحويل الخطاب من لغة الاتهام إلى لغة الشهادة
حيث يصبح النقاش حول سوريا وإسرائيل مساحة للتفكير في المستقبل لا ساحة للتخوين. التخوين وإن كان جزءا من تاريخ الصراع لا يمكن أن يكون لغة المستقبل. إذا أرادت سوريا أن تخرج من محور مقاومي أجوف فعليا، فعليها أن تعيد تعريف القوة والكرامة عبر التنمية والسلام، إما مع إسرائيل أو مع غيرها. هلأ فيما يخص إسرائيل، أما إسرائيل فأي اتفاق معها لن يكون مجرد إنهاء حالة عداء، بل فرصة لإعادة بناء المنطقة على أساس وأسس جديدة. السلام هنا ليس تفريطا، بل إعادة ترتيب للأولويات، حيث تصبح الحياة أهم من الحرب والكرامة أهم من الشعارات. دمتم ودام الوطن. هذا ما اقتبسته من المقال الراقي والرائعة والمعبرة للباحث السياسي الرائع الدكتور عمار محمد صالح. أحييك أستاذ عمار وأشكره وأكرر شكري لك لأنك سمحت لي أني أقدمه بهذا البث. طبعا كمان النص بالكامل راح يكون بأول تعليق موجود إضافي للدعوة إنكم تروحوا تدعموا لنا قناة اليوتيوب. باختصار اللي فهمناه إنه أنتم بس هيك قعدوا شوي فكروا، طلعوا من حالة الشحن. نحن تربينا جيل ورا جيل وهذا الكلام كان منطقي ومقبول، إنه إسرائيل عدوة، إسرائيل تحتل، إسرائيل. طيب قلنا نحن من 48 لهلا عم نحاول نحل هذه المعضلة مع إسرائيل باستخدام القوة والحرب بالسلاح. خيرة شبابنا راحوا ضحايا، واقتصادنا توقف، وأموالنا كلها كانت موجهة للأسلحة وللتسليح، وما استفدنا بربع ليرة، ما استفدناش. خلينا نعتبر هذا الخيار خيار آخر، يعني بدل ما نهدر طاقاتنا الاقتصادية وأرواح أبنائنا وشبابنا في معركة جربناها من 48 لهلا، يعني حوالي 70 سنة ما أثمرت شيء ولا عملت شيء. لك يا عمو خلونا نجرب هذا الخيار، وضمن الرؤى الموجودة ما نخسران شيء، لن نخسر أي شيء، بس نطلع من حالة التشنج والتخوين. 2، حالة العداء هي بتعطي بعض الأنظمة، وهون ما عم بحكي عن النظام عنا أو عند غيرنا، بعض الأنظمة إذا أحبت تلك الأنظمة أن تمارس الدكتاتورية كما مورست الدكتاتورية لمدة أكثر من 50 سنة بذريعة العداء لإسرائيل ومحور المقاومة وإلى آخره، سرقوا خيرات البلاد والعباد وقتلوا البلاد وقسموها، وهلأ نحن عم ندفع ثمن تلك السياسة. أنا أدعو السوريين للنظر إلى هذا الموضوع من هذه الرؤية كخيار آخر، يعني خلونا نجرب، ما نخسران شيء. حياكم الله. ما رح طيل عليكم كتير لأنه الكهرباء رح تنقطع وبالتالي رح يوقف النت. النص الكامل اللي اقتبسته أنا الآن وقرأته للأستاذ عمار محمد صالح رح تشوفوه بأول تعليق. كما أكرر الدعوة للرائعين المتابعين أنه يتفضلوا يشتركوا بقناتي على اليوتيوب اللي رح أحط الرابط أيضا في أول تعليق. عشتم وعاشت سوريا، المجد لسوريا. شكرا لكم جميعا. بالمناسبة قبل ما أسكر، غدا في دفعة من المساجين سوف تحرر في اللاذقية، يعني حوالي 80 اسم موجودين بكرة رح يطلعوا من اللاذقية إن شاء الله، وقد أكون أنا موجود، وإذا كنت أنا موجود رح أقوم بالتغطية بس مباشر، لكن بكل الأحوال هنهم بكرة طالعين. الحمد لله على سلامتهم، ونتمنى الكل يرجع لرشده ونحط إيدنا بإيدين بعض ونبني وطننا بما يليق بوطننا واسمه وسمعته، بما يليق فينا ولأولادنا. عشتم وعاشت سوريا.